ليه ما كانش ينفع إن مصر تفوز على الأرجنتين؟ أول سبب هو شركات المراهنات. يعني إيه؟ الفرق الكبيرة زي الأرجنتين المراهنة عليها بتعتبر قليلة المخاطر، لأن احتمالية فوزها بتبقى كبيرة جدا، وعشان كده لو راهنت ب$100 على فوز الأرجنتين وكسبت فعلا هتكسب $105 بس، عشان الربح مش هيبقى كبير لأنه شبه مضمون. أما لو راهنت على منتخب زي مصر المصنف كفريق ضعيف فالمخاطرة هتبقى أعلى بكتير. ولو فازت مصر ساعتها هيتحول نفس الرهان $2000 مثلا، ويمكن أكتر. ودي قاعدة معروفة جدا في المراهنات والبورصة والفوركس وأي استثمار مالي. كل ما المخاطر بتزيد كل ما العائد لازم يزيد، والمنطقي إن أغلب الناس تراهن على الفريق الأقوى عشان تحقق ربح مضمون حتى لو كان صغير. أما المؤسسات والصناديق الاستثمارية اللي راهنت بمليارات فدي مش بتبحث عن ربح 20 ضعف، بيكفيها 5% بس على رأس مالها الضخم جدا. احنا مش بنتكلم عن أشخاص استلفوا $500 أو باعوا عربياتهم، احنا بنتكلم عن حيتان مالية بتحرك مليارات. لنفترض إن إجمالي الرهانات كان $11 مليار، 10 مليار على فوز الأرجنتين ومليار واحد بس على فوز مصر. لو فازت الأرجنتين شركة المراهنات هتدفع $10 مليار زائد نص مليار الفايدة، فالإجمالي هيبقى $10.5